مطالبين بأن نتابع بين الحج والعمرة. نحن مطالبين أن بين الحين والآخر أن نخرج إلى العمرة، لكن لما نخرج إلى العمرة بأي نية نخرج، وكيف نخرج، وكيف تكون عمرتنا حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. أول شيء مهم جدا في مسألة العمرة أن تفهم الركن الأول من أركانها الإحرام. لكن يا ترى إيه هو الإحرام؟ الإحرام معناه النية، إنك أنت تحرم بعمرة، يعني أنت تنوي العمرة. فأنت الآن نويت العمرة وأنت الآن خارج ومتحرك، فلا بد عليك أن تغتسل، ولا بد عليك أن تتطيب، ولا بد عليك أن تنوي هذه النية وتعمل كل واجبات الإحرام وتنتهي عن كل محظورات الإحرام اللي هي النية بالعمرة، وذلك فور وصولك إلى الميقات. وهذا الميقات كل بلد لها مكان ولها ميقات، يعني لما توصل عنده ينبغي عليك انك انت تبدأ هذه النية وترتدي هذه الملابس. هذه الملابس تسمى ملابس الإحرام. لما بنلبس ملابس الإحرام وبننوي ان احنا هنعمل العمرة، ايه الحاجات اللي بتجب علينا وايه الحاجات اللي بتحرم علينا؟ اول حاجة يحرم علينا الذكور والإناث مع بعضهم البعض، الاثنين زي بعض. في حاجات تحرم عليهم، وفي حاجات بتحرم على الذكور فقط دون الإناث، وفي حاجات بتحرم على الإناث دون الذكور. ايه دي بقى؟ ما يحرم على الذكور والإناث هو قص الشعر، هذا لا يصح في أي جزء من أجزاء الجسد ما بعد الإحرام، ما بعد المرور من على الميقات لا يصلح هذا على الإطلاق. كذلك قص الأظافر، هذا لا يصلح أبدا أن يكون. كذلك الجماع ما بين الزوجين، هذا لا يصح ولا يجوز أبدا. كذلك استعمال الطيب ما بعد الإحرام أيضا لا يجوز، لكن ما كان قبل الإحرام وما كان كذا لا بأس به، أما ما بعد الإحرام وما بعد الميقات فإن ذلك لا يصح. كذلك لا يجوز لبس القفازين، ولا يجوز قتل الصيد. هذه بعض المحظورات التي يحرم على المحرم بعمرة أو بحج فعلها. هناك أشياء تحرم على الرجال دون الإناث، يعني دون النساء. فما هي هذه الأشياء؟ أولها غطاء الرأس. لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه أبدا وهو محرم على الإطلاق، إنما يجوز للأنثى أن تفعل ذلك. كذلك لا يجوز للرجل لبس المخيط، إنما يجوز للأنثى أن تلبس المخيط. ومما يحرم على الأنثى دون الرجل وهو النقاب، لا تنتخب المرأة المحرمة. وبعض أهل العلم قال أنه إذا اقترب منها الرجال فوجب عليها أن تغطي وجهها أو أن تستر وجهها من الرجال، هذا عند بعض الفقهاء. ولكن الواضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تنتقب وهي محرمة. بعد هذا أحبتنا الكرام، أود أن أبين لكم أننا في هذه العمرة ينبغي علينا أن نفعل عدة أمور. أولها أننا نتخير الشركة التي نخرج معها على أن تكون شركة، هذه الشركة تكون معتمدة، وأن تكون شركة ليست من الشركات المعروفة عنها أنها غير ملتزمة بكلمتها ولا بكلامها. كذلك إذا خرجنا إلى العمرة تكون نيتنا العمرة، فنحافظ على موعد السفر ونحافظ على موعد العودة. فلا يصح لنا أن نتحرك أو أن نهرب من العودة، وأن يذهب بعضنا بنية العمل ثم يؤدي العمرة ويخرج بتأشيرة العمرة ثم بعد ذلك يهرب يمينا أو شمالا. هذا لا يليق ولا يصح بنا. كذلك لا يجوز لنا أن ننام في المساجد في الحرمين، أن الإنسان يدخل فينام فتتأذى الملائكة من هذه الروائح التي تخرج من الإنسان في حال نومه. إنما ينبغي علينا أن نتأدب بهذه الآداب وأن نرتقي إلى هذا المستوى، لأننا في بيت الله سبحانه وتعالى. كذلك يجب أن نلتزم بالسكينة ونلتزم بالهدوء ونلتزم بالأدب، ونحاول جاهدين على أن نمتنع عن الجدال ونمتنع عن النقاش ونمتنع عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فنحن في العمرة نتزود ونزيد من الزاد ومن التقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه العمرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا. أنبياء وأبناء. الأنبياء والمرسلون هم صفوة الله